ما ينفعش يكون الموسم بتاعها وما تجربيش الطريقه دي. اول حاجه بجيب الفراوله بضيف ليها خل وميه، وببدا اغسلها كويس جدا طبعا تحت ميه جاريه مره واتنين وتلاته. وبعد كده بشيل الجزء اللي فوق ده وبقطعها كده حلقات زي ما انتم شايفين كده، وبضيف عليها السكر، والسكر هنا طبعا على حسب الرغبه. المهم يا جماعه ان احنا السكر يغلى في الفراوله معانا. دي احسن طريقه تخزني بيها الفراوله، وكمان لو هتعملي كوكتيل للاولاد. فانا هنا هاخد منها جزء اشيله في الفريزر، فببدا كده اعبيها في الاكياس، وبعد كده بخرج منها الهواء واطبق الكيس كويس جدا. بتطلعيها من الفريزر ما بتضيفيش ليها غير الميه بس. كده خلاص خلصت الكميه اللي انا خازنها، هما الكيسين دول بس، وباقي الكميه ادخلها التلاجة اسيبها كده من ساعتين لثلاث ساعات، بحيث السكر يدوب معايا تماما والفراوله كده تبدا تجيب ميتها. شايفين لون الميه عامله ازاي؟ اللون بتاعها حلو قوي قوي، اللون اللي هو الاحمر الغامق. لكن لو انت ضفت لها ميه مش هيبقى باللون ده طبعا. بجيب بقى الكاسات بتاعتي، ببدا اقطع كده في كل كاس كده مثلا موزه، ولو عندك فواكه تانية تقدري تضيفي براحتك خالص. وبضيف بقى عليها الفراوله بالميه بتاعتها، بصراحه طعمها بيكون رهيب حلو قوي قوي، غير لما تضيفي لها ميه. اتمنى لو عجبكم شيروا الفيديو.